مرحبا بكم اليوم معنا في قناه وصفات سكينه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوى لذيذه واقتصاديه. بالنسبه لهاد الحلوى هذه غادي نحتاجو الكوكو او جوز الهند، غادي نحتاجو شوكولا سوداء مذابه على حمام مريم، وغادي نحتاجو حليب مركز محلى، وغادي نحتاجو لي فروي كونفي. صافي دابا غادي ناخذ الكوكو، كل واحد كياخذ القياس اللي بغا، ما فيهاش مقادير محدده. وغادي نزيد عليها لي فروي كونفي، نحلوهم شويه بحال هكايا. صافي وغادي نزيد عليها نيسلي دابا حتى كيتجمع لينا الخليط بحال هكايا. صافي كنبقاو كنخلطوا فيه الجهد اللي غادي يتجمع لينا الكوك واللي فوق يكون فيه. صافي هو بعد ما جمعنا الخليط كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ منه كرات اللي غادي نصنعوا منهم محريبلات. صافي دابا كناخذوا كويرات بحال هكايا، كنوضعوهم فوق، كنرشوا شويه الكوك بحال هكا وكنحربلوهم بحال هكا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي هذا هو القياس اللي غادي نحصلوا عليه. صافي بحال هكايا غادي نوضعوه فوق الصفيحه بحال هكايا، غنديرها على الطول بحال هكايا. صافي صافي غادي ناخذ واحده اخرى عاوتاني نوريها لكم. غادي نحربلو بحال هكايا. صافي هذا هو القياس. صافي انا غادي نكمل حتى نسالي ونتلاقاو ان شاء الله. صافي دابا كناخذوا الشوكولات اللي كندوبوه على بان ماري وكندوزوه بحال هكا بالبانسو، كندوزو عليه كامل. علاش كنديرو بالبانسو؟ حيت حنايا اصلا هذا الشكل هذا محتاجينه باش يجينا بحال هكا مشرب بحال هكايا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ودابا غادي نخليوه حتى كينشف وعاد ندوزو للتقطاع ديالو. صافي دابا غادي ناخذ واحد السكين، غادي نديروه في الماء سخون وغادي نقطعوا هاد الجناب، هاد الجنيبات بحال هكا بشكل مايل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنقطعوا غير بشويه كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كل مره كنعاودو كنديروا الموس في الماء سخون. صافي وكنمسحوه. صافي كنقطعوه بحال هكا بشكل مايل. بحال هكايا. صافي كنكملوا التقطاع حتى كنساليو. صافي تنقطعوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. ودابا غادي نزينهم بشويه ديال السكر الثقيل. الشكل ديالهم كيفاش كيجي. الحلوه ديالتنا بعد ما كنزينوها بالسكر الثقيل كتجي على هذا الشكل هذا. انا درتها هنايا في القويطات. نتمنى انها تروقكم وتنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوني تعليقاتكم، ديروا جيم فيديو، تبارطاجيو مع صحاباتكم، تابوناو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد ديال وصفات سكينه. بصحتكم وراحتكم، الى وصفه جديده ان شاء الله.